أخبار الرياضة المحلية والعربية، أهلا بكم. يخوض فريق الشرطة غدا الثلاثاء لقاءه ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمام فريق وادي النيس الفلسطينية. وكانت بعثة فريق الشرطة قد وصلت أمس الاثنين إلى مدينة رام الله في فلسطين، بعد أن اضطرت بعثة الفريق العراقي وطاقم الحكام العماني ومراقب المباراة إلى الانتظار ساعات طويلة في الأردن قبل السماح للبعثة بالتوجه إلى فلسطين نتيجة قيام اتحاد الكرة الفلسطيني بإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بالبعثة. ومن المنتظر أن يعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بحضور المدربين الكابتن عبد الفتاح حرار المدير الفني لفريق وادي النيس الفلسطيني، والمصري محمد يوسف المدير الفني لفريق الشرطة العراقي. غادر وفد نادي أربيل متوجها إلى قطر لملاقاة فريق نادي أهلي تركمانستاني في كأس الاتحاد الآسيوي الأربعاء المقبل. ذكر ذلك مدرب حراس المرمى جليل زيدان، وبين أن وفد فريق أربيل غادر اليوم الاثنين متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض هذا اللقاء ومحو خسارات في مباراة الذهاب، معتبرا أن الفريق التركمانستاني ورغم فوزه على أربيل في الجولة الماضية لم يكن خصما قويا. وأضاف زيدان أن وجود يونس محمود في المباراة المقبلة سوف يكون له تأثير كبير على اللاعبين الذين أبدوا عزمهم على الظهور بمستوى جيد والعودة للمنافسة والتأهل للدور الثاني. تتواصل منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لدور الكرة الممتاز بإقامة مباراة واحدة اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث يخوض فريق نفط ميسان والنجف الآن مباراتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية. وتشير نتيجة اللقاء إلى تقدم نفط ميسان بهدف دون مقابل، ويسعى فريق نفط ميسان إلى الظفر بنقاط المباراة الثلاث لرفع رصيده إلى 19 نقطة ومغادرة المركز الخامس الذي يحتله حاليا، فيما يقف فريق النجف بالمركز التاسع ب10 نقاط. أعرب مدرب منتخبنا الوطني أكرم سلمان عن تضامنه مع الجماهير المطالبة برفع الحظر عن الملاعب العراقية، وطالب بالاعتناء بالملاعب والمنشآت الرياضية. جاء ذلك على هامش حضوره لمباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية. العرس اللي عشناه خلال المباراة الجوية والزوراء تعطي دافع للاعب أن يقدم، يعني يا ريت كان الأمور اكتملت لو كان عندك ملعب يليق بهالمباراة. يعني هذا الجمهور يستحق أن نوفر له كل شيء، ملعب جيد، مرفقات بالنسبة لملعب ملعب الشعب، أمور كثيرة يستحقها هذا الجمهور. يعني جمهور عظيم أنا أعتبره، فجيت انه الجمهور بالشارع بكره. يعني الان هاي رساله للمسؤولين انه نحن بحاجه الى ملعب اكبر من ملعب الشعب. والله جينا مشي من الجسر، طرق مسدوده وتعبنا، يعني طالعين ساعه بثلاثه وهسه نشوف ازدحامات، يعني وتأذين حل التأذين. غايه من اجل رفع الحظر عن الملاعب العراقيه، نريد منتخباتنا وننزل في العراق وملعب الشعب. ألغى اتحاد المصارعة مشاركته في بطولة أذربيجان الدولية المقرر إقامتها في 16 من الشهر الحالي، عازيا ذلك إلى أسباب مالية. ذكر ذلك عضو الاتحاد صلاح جبار، وأشار إلى أن قرار إلغاء مشاركة منتخب الناشئين يعود لعدم إمكانية تغطية نفقات المشاركة رغم الاستعدادات الفنية. وأضاف جبار أن المنتخبات ورغم إلغاء المشاركة في هذه البطولة إلا أنها أنهت معسكراتها تحضيرا للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في الهند خلال شهر حزيران المقبل بالنسبة للناشئين، وأن منتخب الشباب سيشارك في بطولة آسيا خلال شهر تموز المقبل في إندونيسيا، فيما يشارك منتخب المتقدمين في بطولة آسيا بقطر خلال شهر أيار المقبل. عربيا توج فريق الإخوية رسميا بلقب دوري نجوم قطر لموسم 2014 و2015، وذلك بعد فوزه على الأهلي ب3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الأسبوع 25 من المسابقة، حيث تقدم الإخوية بهدف السبق بواسطة إسماعيل محمد في الدقيقة 13، وتمكن مشعل عبد الله من إحراز هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 17، وأضاف يوسف المساكني هدف التقدم الثاني للإخوية في الدقيقة 25 قبل أن يعود المساكني ليختتم الثلاثية في الدقيقة 83. ويعد هذا اللقب الرابع للإخوية خلال مسيرته في البطولة.
أخبار الرياضة المحلية والعربية انتهت، ولكن بعد قليل نعود مع أخبار الرياضة الدولية. أما الآن عودة إلى الملفات السياسية الدولية مع رويدة ومحمد. إليكم.